بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد برزان بيتان دقيني ولا حلقة شنو لوانا كاني التحفة السنية. لا درس رابط باسي مفعول مطلق مانكر باسي مفعول به مانكر لمنصوبات أو ردين السر يكشي ديك لمنصوبات كان كأوشتيا المفعول فيه كالإرادة الباب 17 ظرف الزمان وظرف المكان. بابي حفظيم كباسيت لكن ظرف المكان وظرف الزمان كهردو تشامبيك ولا نحوي بيان دو قترين مفعول فيه. هم ظرف مكان ظرف زمان بيان دو قترين مفعول فيه. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان أو باب ظرف مكان وزمان. ظرف الزمان كم زاربتني باسي ظرف الزمان دكا هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. اسمك دلالة للزمان دكا منصوبة بتقدير في بويك أتو في لبيش دابني معنى كي دروز بيتن نحو اليوم الليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك أو تنوشيك باسي كده وأوشاني كبوانا جدة دواتر إن شاء الله يجي وشكان معناه بخوي أو دكاتن شارح لين درباسي دكين. وأقول شارح دلا الظرف معناه في اللغة الوعاء. معناي ظرف تي لغة لا أويدا دلته الوعاء يعني أو شتي كده طبعا شتي تبكين بون من الظرف هلا كردواري خوان دري ظرفي نامي تيدك يعني ظرفكم دي مثلا شتي تبكم لايلونك كيسك علاقك أو بيدلن ظرف باشا. في إصلاح النحاة لا إصلاح نحاتي والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه للاي نحو كان مفعول فيه يعني ظرف زمان هو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه أو يعني تعريف مفعول فيه بو همو اسم زمانك يعني همو اسم مكانك كعاملة هبي فعلة هبي يعني عاملك بي على معنى في أو كبتواني في لبيشي تقدير بكي ومعنى كي دربتيتين. طبعا مفعول فيه دو نوعيها ظرف زمان وظرف مكان. يكم هي ظرف زمان. أما ظرف الزماني فهو جواب لسؤال متى. جوابي سؤال متى ذاته يعني وشتا كي رويدايا باشا. متى بونمونا دل صمت يوم الاثنين أقبلين متى صمت كي بروجيبوي يوم الاثنين روجي دوشما كده توانين فيه چي لبيش تقدير بكين بلين في يوم الاثنين بس نابي فيك بديار كوي أقل فيك بديار كوي أو وقت يومك دبتا اسم مجرور في حرف جرى بس لميش خوبان بزاين معناك دروس دردتي في يوم الاثنين بلا كواتا يوم ليرة دبتا ظرف زمان مفعول فيه منصوب علامة نصبه الفتحة. فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى. ظرف زمان أو اسمه كدلالة لزمانك ددا ومنصوب شاء لفظك منصوبة الدال على المعنى ومعنى زمانك شتدا. الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية أو معنى بويلو بديار كوي كبتواني فيه شي لبو تقدير بكي فيه شي لبيش دابني ودلالة الظرف بدا. الظرف يعني زمان يعني كات ليرة. وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت. كدلي صمت يوم الاثنين يوم بتنه أو دلي يوم الاثنين اثنين يكوى مضاف إليه يوم ظرف زمان مفعول فيه منصوبة لبرتي منصوبة لبروي لرفعل فاعل كتها صمت بروجيبوم كي بروجيبوي متى صمت دلي في يوم الاثنين لروجي دوشام أو زفية كمان لا دا لميشك خومان تقدير مان كذيا يوم لردبت مفعول فيه. وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. صمت كعاملك
كإشي لا أوكي كذي مفعول فيه كي منصوب كذي يعني مفعول فيه كبهوي تشيو منصوب وبهوي تعامل كوا بهوي فعل فاعل كوا دال على معنى صمت معناها كتي وهو الصيام معناه كبروجبونه والكلام على ملاحظة معنى في قسكش بوي بديادك يكفي شي لبو تقدير كين أي أن الصيام حدث في هذا اليوم المذكور يعني روجيك لو روجي رويداك باسكرا يوم اثنين روجي دوشامك بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان أليرا نمونج كي هدايا كلمة يوم كدلالة للزمان جدك أليرا ملاحظة بك منصوب يشل نمونكي بلام نبيت مفعول فيه لو تك معناه في لخو ناقري باشا يخاف الكسول يوم الامتحان كسي تنبال دترسي للروجي امتحان يعني ترسك كتي تسرجي امتحانك للروجي امتحانك دترسي نكبر لو روجي كامتحانك هاتيا لو روجي دا ترسك الرويدا نا ايش الروجك ناتيا هر بخوي الامتحان دا ترسيتن لو روجاش دا ترسك امتحان داندرا ناري امتحان الروح تشجانا قرب سريتان بلانا بفيش رقصة ما عندك الا كاتي امتحان فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان معناه أو جملة أويكا للروجي امتحانك دا ترسي وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم نقلوا بترسيك لو روجي داك روجك أو روجي امتحان هاتي لو روجي دا لشتشي بترسيتن لا الروجي امتحان كيدا ترسيتن لو اللي ري يوم مفعول به تكف فعلك كالتسري مفعول فيه نية تكناتوانين معناه في بدي بينين أو زاد الله أعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين الأول المختص والثاني المبهم أوج بزانا رحمك الله رحمتي خالد بك اسم زمان دابج دبتسر دوبج كما مختصة دوميان مبهمة مختص مبهم فرق يعني المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان مختص أو ظرف زماني أو شيء كدلالة للزمان شي ديالي كراو ددا إطارة شي هي تارجوشة شي هي لو يدرناتي وكتي الشهر مانك إطارة شي هي بستنو رجا سي رجا سي ويق رجا لو عندي درناتي ديال محدودة يعني مثلا سنة صال سيصد في شخص بينز رجا لصالي هجري سيصد بنزاو بينز رجا لو يدرناتي ديار يعني كاتو دلي صالك كاكا باركم دي بقر صالش تكدد دمو يعني تو سيصد في شخص بينز رجا دانا سيصد في شخص بينز رجا دي كده بفيديو مقدارك ديار يعني مثلا اليوم روج 24 ساعة ديارة العام نفس معنى السنة أسبوع حفته حفروج لباش حفروج ديكه تا سندريكاكا أو روتنشما أو سيشما حفته شي ديكه درس معناها يعني دكا سيشما شي ديكه ريق روجك ديارة تو مختصة نوع دوام معناها كظرف زمان مبهمة فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود دلالة زمان شدكا كديار نية إطارة نية باشا وكتي وكبون من دلي حينا ماوك صاحبت عليا حينا يعني برادراتي عليم كرد ماوك أو ماوي تند ديار نية روجك برادراتي كديار مانجك برادراتي كديار صالك دس صالة لكنتو أو حينتيا نازان ما من دبي كابرا بخوي دياري بكاتن يا مثلا زمانا فليت زمان الشباب يا مثلا ايام الشباب ايام فليت زمان الشباب يعود يوما بديا زماني جنزاتي دقرا زماني جنزاتي لكن انتو كان جناسي صاليه بالصاليه فاخبره بما فعل المشي وبيبرم ك مشي بتيلك ديما بيريتيلك ديما او طبعا بيت الشعر قد اسكاري يمكن ايامك معنا زمانا باشا يعني وقتا كنت ألعب كرة القدم وقتا طبعا مذكرت وقت خوي وقتك كان جينا ديارنية لو تكا إطارة جينية أو كلمة أو مبهمة وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه هذه لو دوانا دتوانين
منصوب بكين بويك ببيت مفعول فيه. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. مؤلف 12 لفظ هنا قنا بخوي الزورة أو قتيدي وما أشبه ذلك أو بويدسي أو زلير اللفظة كان كلسرتها ناومان هنا يك أو كان معناه كان يعني باز دكاتو نمونشان لسردين توا يكم يعني اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا خور هلاتن هدا خور أوابون أو أنت بيدلن يوم تقول صمت اليوم أو صمت يوما أو صمت يوم الخميس دلي أو ربروجيبهم اليوم بلا حظبك صمت فعل فاعل اليوم الفلامي شي بيويز مشكلين وشك دلالة لزمان شي محدد دكاتن ومنصوبة مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح أو بمعرفة بنكرج دكري بيتن صمت يوما روجك بروجيبهم روجك ديارني كنجينا روجك صمت فعل فاعل يوما مفعول فيه ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة فرقي تلقى يكم اليوم معرفة دوم يوما نكرة يا صمت يوم الخميس أو زارة يوم معرفة بس بألف لامنا بإضافة مضاف إليه لباشاتي روجك دياري كده بروجيبهم يوم الخميس يوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة خميسي مضاف إليه. والثاني الليلة أو زار الليلة يعني الشو وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لخور آوابون لمغرب حتى بياني حتى روج هالديتن باشا أو بيدان الليلة مثلا اعتكفت الليلة البارحة شوي رابردو اعتكافم كرت باشا أو اعتكفت ليلة شوق لشوكان اعتكافم كرت أو اعتكفت ليلة الجمعة شوي الجمعة اعتكافم كرت أو دو سي. والثالث غدوة كلمة غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس لنيوان نويجي باني روج هلاتن أو بين كخير شي قولي ذكري تدابكي ونيجي بكي وقرآني بخيني باشان دور ركعة صلاة الضحى بكي بحج وعمرة شي أو بين بيدلن غدوة عشان مثلا دل زارني صديقي غدوة الأحد أو وقتا كبيني بابل نيجي بياني وروج هلاتا للروجي يكشمدا برادر كم سرداني واخد برام الوقت كأشياء سرداني شي ذاك إلا كابلا لبو درسك اشتاق بتسيتن ثاني متقي لوقتها سرداني كتير ذاك أنا باش إن شاء الله أو هالي زارني غدوة يعني روجك للروجان كلو وقت دابو برادركم سرداني كردم طبعا بكردي معناه هي بس اسام الناس انا يعني تي بيدرنا قلنا زماني كرديش دولة من دبعي خوي او كلمات انا هموي وشي خويان هي بس اما توزق لكردي خرابي. والرابع بكرة تعرم بكرة وهي اول النهار سرتاي روش تعز روش هلاتيا او بكرة سبين الزو ها درس سبين الزوبو وهي اول النهار ازورك بكرة السبت سردان الدكم سرتاي روجي شمة عقالي بلقوا بخبر بننوي وأزورك بكرتان سبيني عقدار سبيني سرتاي روجكي سرداني الدكام بينزم سحرا سحر أو هاد أو يخومان بيدين بارشيو يعني بيش بانجي سبيني أو هاد نيو ساعاتك أو بيدين بارشيو سحور كبركته وهو آخر الليل قبيل الفجر كوتاي شو بيش بانجي بياني تقول ذاكرت درسي سحرا يعني مراجعة درس كان مذكر ده ولا بارشيوه الله أكبر ديار أو من طلب العلا سهر الليالي وهذا لو أنا ما مسحمت يركز داوي برزيبك أو شوان بخبر ذبي على بس قيامته ونيا شوان بخبر ذبي شو نجيدك خارج علم جدابي طلب علم جدابي درجات ها ايه ذكرنا حي بخيني والله قناعتنا كم يلاقي طلبي كليه بي ها نية شرطة والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه غدا هو من دزاين يعني السبي أو ركات تدا ورسي شما غدا أربعاء يعني السبي شهر شما
أو غدنا إذا جئتني غدا أكرمتك أجرس بيني بي الريز اللي دا قرمو تسسلوا سرتساو مدادنم بس أورونا أورويشمها. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول. عتمة يعني كتاريخي داده لا أجر شيء بكينا سيبش يجلس سي كم باشا باش نيجي مغربي يعني باش نيجي عشاء تقريبا تا ساعة دوري دو يازده أنا دبتاع عتمة باشا سأزورك عتمة دله سرداني دا كم لو وقتي كعتمة. والثامن صباحا صباحا يعني بياني أو ديارة سافر أخي صباحا براكم بياني سفري كد. والتاسع مساء مساء يعني إيوارة أو جديارة وصل القطار بنا مساء يعني قطارك إيوارة أميجان دجيب. والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا أبدا وأمدا يجمعنا أنها وكل منهم اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. يعني لبو زماني داتو بكاردك أو انتهائي نية يعني هتا أبدا أبد الآبدين أبدا أمنا وشتيناكم أمدا أوشتيناكم هردو شي يجمعنا. مثلا لا أصحاب الأشرار أبدا بحياتكم برادراتي كسي خراب ناكم ولا أقترف الشر أبدا بحياتكم إشي خرابي ناكم شري ناكم. والثاني عشر حينا دوازدهم حينا وهو اسم لزمان مبهم أول لبوز زمان شناديار بكاردي يعني فترك ماوك باشا. صاحبت عليا حينا من الدهر يعني ماوك لزمان برادراتي علي ممكن أو زو ماويت سندا كنجين بوا كنجين نبوا هو كابرا بس بخوي دزاني. ويلحق بذلك باشكوي أوانا ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا أم كان مبهما. يعني هر نمونه شديك بوانا بتيتن دبتا باشكوي وانو بهمان شو ظرف زمان حساب دبي أو زي مختص بها مبهم وكو ضحوة وضحا كاتي تشتنقاو أو كان مبهما وقت وساعة. أليرا لا شرح كده ساعة مبهمة قديم ديارة أوي هامشي دلا عند المتقدمين. أما عند المتأخرين فتدل على مقدار معين محدد ب60 دقيقة أو دلا أو ديارة يعني مختصة شخص دقيقة ساعاتك شخص دقيقة ديارة. يعني مثلا لحظة زمانا يعني برهة يعني كمك باشا يعني هنيهة. فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. هذه يقولوا دتوانين بيان كين مفعول فيه أو ظرف زمن. بين سر نوع دوام ظرف المكان. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. اسمك كدلالة لمكان ذكاء بتقدير فيه كبتوان فيه لبو مقدر بكين ونحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك أو وشاني هنا كلا لا بركيدك همين منا لبود انتو اللي يندر باز دكين. وأقول وقد عرفت فيما سبق ظرف الزمان تازه باس ظرف زمان ما كردو زاني تفير بي الحمد لله بري الحمد لله. وأنه ينقسم إلى قسمين أوش دابش دبتسر دوبش مختص ومبهم تايبة ناديار. وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه للظرف زماني مختص ومبهم ذكرية مفعول فيه طبيعية. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان. ليرش بزانا كاكا وظرف زمان ما انتواك يستدين ظرف مكاني بزانك هر اسمك دلالة لشوينك بكا ومنصوب بالمنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. منصوب بو معنى كتي داهية بلام بتوانين في لبو تقدير بكين باشا. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين أو إجدابش باش مختص ومبهم. المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة أو هيك إطارة شيء شوازة شيء شكل شيء باشا مرزنية إلا يك أو بي يعني شكلك بونمنا كلمة مسجد كلمة الدار الحديقة يعني شكل مسجدي لمزقوتك لو مزقوتك دقورة بلا هموي ديارة مثلا قبيه ومناريه وحرميه ويعني أوشتانا ثابتة بلا مثلا ديكورات دقورة مساحة كي دقورة أو تسمتر بلا شكلك كي ديارة صورة كي ديارة مثلا مال خانو ديارة يعني غرفة النوم تدا صالة تدا وانا
دیە حەدیقە دار و بار و مار و ئەو شتانەی تێدا گژوگیای تێدا گوڵی تێدا بوستان ئەوە مختصە. أما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة أو كالصورة حدود نية باشا ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. لو دواني هردو كان دبنا مفعول فيه وكو ظرف زماني نخير تنها مبهمة كدبت مفعول فيه أدي مختصك فيجب جره بحرف جر يدل على المراد دبي بوازبي مجروري بكيفية شي لبيش دابني يعني حرف جر شي لبيش دابني أجرنا نابت مفعول فيه منصوب نابت نحو اعتكفت في المسجد اعتكاف مكر في المسجد لمزقوت اسم مزقوت شوينة باشا ظرفة بلام دتواني بلام اعتكفت مسجدا ناتواني ناكري يعني زمان عربي وشوازه بكار ناتيا بل كده بي حرف جركي لبيش دابني فيك كلا ظرف زماني سمان ذكرت لميش خو ما تقدير ما ذكرت بلام ليرة الظرف مكاني مختص دبي فيك لبيش دابني اعتكافي مزقوت مكر معناه نية او زحمه دبي ليكي لبيش دابن ليكي لرفيك حرف جركي يعني زرت عليا سرداني عليم كرت ناكر بلي سرداني عليم كد مالكي بس دبي بلا زرت عليا في داره يعني سرداني عليم كرت لمالكي خوي باشا في داره لمالكي خوي فيك هي داره دار يعني مال ظرف بلام ليرة بويتا اسم مجرور لإعراب ده بويتا اسم مجرور لو فيك بديار كتيا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا مؤلف رحمة خوالي بي لو لفظاني كدلالة لمكان دكاس سيزد داني دانا يكميان أمام يعني برامبر باشا نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا يعني لبرامبر ما مصطي دانشتم بمؤدبي بريزو برامبر ما مصطي دانشتم أمام جلست فعل فاعل أمام برامبر دبت مفعول فيه ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة يعني مثلا أنا جلست أمام الكاميرا والثاني خلف يعني بشتوى سار المشاة خلف الركبان بياده كان لبشتوي سواريا كان درويشتن باشا أو للجيش عادة كم زال سواريا كان وأنا سواري أسبوع أنا درون باشا بياده كان. ثالث قدام بيشت مشى الشرطي قدام الأميري يعني شرطك لبيشوي أميري رويشت أمير يعني هو كده صلاة دارة باشا حمايتي لبيشي دروها لبشتي دروا زو ديار الشرطة ببيش كتيم زولا هزو عمري شرطة كاني حرمي كانت قلب بالغ دبي أو لفظان لسر دبيا حجي قدام يعني بروبيش راموستي يعني لزيش دبي راوس نيوش بكيان دبي بروبيش يلا قدام حجي قدام لا توقف. تارم وراءش بمعنى خلف دي بهمان شوي يعني بشتوى. وقف المصلون بعضهم وراء بعض يعني نيوش بخينا كان هندا كان لبش هندا كان راوستان ريز باشا. خامسا فوق يعني لسر باشا جلست فوق الكرسي لسر كرسي دانشتم. المساحة فوق الطاولة مساحة لسر ميزكيا. تحت يعني لبن. وقف القط تحت المائدة بشيلك لبن ميزي مائدة طبعا بمعنى ميزي ناخوارني ده فقط ميزة كلبو ناخوارني بكاربه لبن ميزة كي راوسات ساورا يكك بارتش تشي بداته. والسابع عند نحو عند يعني لويندر دبي لقو شكي باشي أو دبيتن. لمحمد منزلة عند الأستاذ محمد بيجيش برزي هي عند الأستاذ للاي مع مصطاي باشا ليرة مكانك معنوية باشا. طبعا ليرة أجي ملاحظة كيف فعلي تيدانية أو جملة لمحمد
منزلة عند الأستاذ أجا فعلي تدانا بدي بخوم عن فعل شيء وبكين محذوف كين لمحمد منزلة استقر عند الأستاذ أو متعلقة بفعل شيء محذوف. طبعا لنا باسينا كده بس كلمة عند كلمة قبل كلمة بعد أو سي ظرفة جوكرن لبين الزمان ومكاني يعني هم لبو زماني بكاردن هم لبو مكاني بكاردن. لتبى ديار ذكي آية وزماني عن مكانه لسياق جملكي باشا مثلا أزورك عند الصباح الليرة عند ظرف زمانه يعني سرداني دكم عند الصباح لكاتب بياني بس الليرة لمحمد منزلة عند الأستاذ محمد بيجيتش للاي ما مستاي ليرة بيجكا للاي ما مستاي ليرة وظرف مكانه مثلا أنا جلست قبلك أمن لبيشة دانشتم باشا سأزورك قبل الليل بيش شو سرداني الدكم ليرة قبل ظرف زمانه لو يدك مكان بو يعني أوانت زوكرن لبو هردو لاي بكاردين دلالته تايبت يعني إلا بري ظرف زمانه ظرف مكانه زوكرن بلا سياق الجملة كي دلالته يعني لذكاو بدياري ديخي إزاء نحو لنا دار إزاء النيلي إزاء يعني برامبر لنا دار أوك معناه خانيك معناه إزاء النيل برامبر رباري نيل حذاء جلس أخي حذاء أخيك والحاجة عشر تلقاء بامان شوا يعني برامبر طبعا تلقاء معناه ديك شيء بمعنى أوتوماتيكي دي باشا جلس أخي تلقاء داري أخيك يعني براكم دانش برامبر مالي براكت باشا تلقاء مدينة عفري برو آراستا مكانه بس أو بمعنى أوتوماتيكي جدي تلقاء يعني مثلا لو أشتت تلقائي إجدك يعني أوتوماتيكي إجدك بس ألا لنا الجملة كي بديار ذكي آية سياق الجملة كي دلالة ذكي آية أو بمعنى ساتية ثم يعني لوي ها وأزلفنا ثم الآخرين يعني مطاع ثم أمين لو ندرب بمعنى ها أينما تولوا فثم وجه الله يعني روب كان هرشوي نشي أو أراستي خواي قوريا أراستي قبليا هنا يعني ليرة جلس محمد هنا لحظة محمد ليرة دانش يق لحظة هنا ليرة عشان أقم لحظة بكي هنا فتحي لسرنية أقال لي بما الظرف معناها معربة كمعرب فتحي ورد أقريلوتش كمنصوبة الظرف إيش معناها مبنية يعني أو كلمة بس دبو الظرف بكارديو حركة كشي يكشتو ناقوري مبنية بس معرب مبني ما كذا مبني أو شانيك يك حركة ورقتيو ناقوري مثلا هنا يتكش معنا بقول من أمسي لظرف زماني أمسي يعني دوني هر كسري ورد أقريتن واضحة أو هنا ظرف شيء مبنية ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم من نحو يمين وشمال إلى آخره وكو نمونا نهر نمونا شدي كده لارد شوية شي مبهم بك أو مثلا وكو يمين شمال شرق غرب جنوب أوانا اتجاهات كان أوانا هميان دبنا ظرف مكان بين السر جدولة كي بجدولة شي باسكين بختي بكينو بزانين ظرف مكان والزمان كهي ليرة ملاحظة بك مفعول فيه دبتدو بش ظرف مكان وظرف زمان ظرف مكان وظرف زمان يعني أو شان دلالة لمكان ذكر أو شاني دلالة لزمان ذكر يا كم زي ظرف زمانك جوابي متى داتوا مثلا ها نمونك مانيا سافر أخي الصباح براكم بياني سفري كده أجد سيارك لبو أو جملة كين متى سافر أخوك متى كي براك السفري كده أتولى الجواب ده بزين أول شيء جواب ما داتوا الصباح بياني جوابي بسيارك إذا بالك كواتا أول شيء دبتا ظرف زمان بيناس نحوية كي بيناس رسمية كي كل اسم زمان بتقدير فيه همو اسم شي زمان دلالة للزمان بكار بلان بتوانين في لبو تقدير بكين وكون منا قوتمان يخاف الكسول يوم الامتحان أليرا كلمة يوم مفعول به ما دام مفعول به ليرا نابتا ظرف زمان لو تسنك إيشكي كالتسري خوفك لو روجيا
ڕۆژی امتحانیە ناتوانین فی لە بۆ تەقدیر بکەین معناکەی تێک دەچێت و معنایە نابی کە دەمانەوێت لێ ئەو یومەیە نابتە مەفعول فیه ظرف زەمان دەبی بتوانین فی لە بۆ تەقدیر بکەین یەکون ئەو نمونە سافر ئەخی في الصباح براکەم سەفەری کرد لە بەیانی تەواوە کەواتە ئەویان دەبتە ظرف زەمان ظرف زەمان دوو نەوعی هەیە مختصی هەیە لەگەر مبهم مختصەکە مقدارێکی معەنی مەحدودە یعنی زەمانەکەی دیاریکراوە چارچێوەکی هەیە دیارەکە چەندە خایەنی وەکو شەهر بۆتمان مانگەکە 30 ڕۆژە لەوەی زیاتر ناخایەنی یان مانگی زانی 31 ڕۆژە سەنە 365 ڕۆژە یوم 24 ساعاتە ئوسبوع هەفتەکە 7 ڕۆژە ساعاتك 6 دقیقەك 6 ثانیە ئەوانە هەمووی دیارن زەمانێکی محددە زەمانێکی دیاریکراوە باشە ئیلا جار وایە شتانە لە بۆ خۆمان لە بۆ مبالغە بەکاردێنین ئەوەختی فەرقەیە بۆ نمونە دوسێ دقە لە پێش دەکەی چاوەڕێ برادەرێک کردیە کە دێتە دەکەی هەرە ساعاتەکە چاوەڕێم کردی ساعاتێکی ژنێ دوسێ دقە مبهەمەکە ئەوەیە کە مقدار غێر معەن ولا مەحدود مقدارەکە دیار نییە دەکرێت کەمبی دەکرێت زۆربی کابرا بەخۆی دەزانین چەندە مثلا وەقتەن حینەن زەمانەن بڕهەتەن یعنی کەمێک چاوەڕێم کردی ئینتەظەرتوکە بڕهەتەن کەمێک ئەو کەمە چەند دقە بووە ئایا دقەک بووە کەمتر لە دقەچی بووە سەعاتێک بووە بەخۆی دەزانیتن حینەن ماوەک زەمانەن زەمانێک یان وەقتەن وەقتێک ئەوانە دیار نینە باشە وەکو مثلا سافر ئەخی سەباحەن ئەو جەبەنەکی ڕەبی ظرف زەمانەکەی احتیادیە برایەکەم بەیانیەک سەفەری کرد یان بە معریفە فی سافر ئەخی الصباح ئەو بەیانیە برايكم سفري كد معرفة ألف لامي بيويا يان ديا أو بمعرفة بإضافة سافر أخي صباح الجمعة برايكم بياني روج الجمعة سفري كد ذكرية بهرس شوازي دبت ظرف زمان كوي عربي دكين سافر فعل ماضية أخي فاعلة صباحا ليرة هميان درين مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبيته فتح أو مختصة قال لرجل صاحبت محمدا حينا برادراتي محمد مكرت حينا ما وك تنبو ديارنيا أليرا ظرفك مختصة أليرا ظرفك مبهمة همان إعرابي ويلو ذكري أو عندكش همان إعرابي يعني ظرف مكان أو شاننا كدلالة اسمك كدلالة لمكانة شدكن ومنصوب بلان بتوانين في لبو تقدير بكين ببي في ناكريتن جوابي تدلاتوا جوابي بسياري أيني دلاتوا مثلا ليرة دلم جلست فوق الكرسي لسر كرسي كي دانشم أكا بسيار بكم أين جلست بيز أحمد لشي دانشتي بزاين أول شيء جواب ما دلاتوا دلم فوق الكرسي لسر كرسي كي طاو جوابي داو ما داو جوابي داو منصوبة دبت مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة ظرف مكان أو يجدو نوعه مختص لقر مبهم مختصك له صورة وحدود محصورة يعني سنورة دياري كراوي هي يعني شوازة دياري كراوي هي وكتي المسجد مزقوت الدار خانو مال بستان حديقة شوازة دياري كراوي هي بلام ظرفي مكان مختص لا يجوز نصبه ناتوان منصوب بكين مفعول فيه بلكو دبي يجب إظهار فيه دبي فيك لبيشي بديار كوي كفيكش لبيشي بديار كود لا يكون مفعولا فيه نبت مفعول فيه دبت حرف جر مثلا صليت فعل فاعل في حرف جر المسجد اسم مجرور علامة جره الكسرة أدكا مفعول فيه نيمانة لو نيمانة كالظرف كمان مختصة يعني سارسيوشي دياري كراوي هي دبي حرف جرك لبيشي بديار كوي أدي تدبت مفعول فيه كاكا درين ظرفة مبهمة كان دبت مفعول فيه اعتيادي ظرفة مبهمة كان أواني كصورة دياري كراو سنورة دياري كراويان نية مثلا دلم أمام برامبرم يعني الريك دياري كراوي لو أن لولا دانش أو ده همي برامبرمة واضحة أمام برامبرم خلفه پشتم قدام ديسان بيشم يمين دست راست يسار دست تسب فوق سروا تحت خواروا عند للاي مع لقل
إزاء حذاء برامبر تلقاء ديسامبرو أو أراستي ثم لوي شمال تب جنوب أو زواليرة بمعنى باكور دي أو بمعنى باشور دي شرق روجهلات غرب روج آوا وكو مثلا جلست فوق الكرسي وآخر نمونة أو نمونة زور زار جماعة وكو أودهن وكو لطيفة نحوي درنكاك أو جملة من لبو إعرابك در من السنة أن تأكل المرأة حذاء زوجها سنتك أفرت حذاء زوجها ناني بخواتن أزليرة مشكلة أقدر لحذائي بأجا حذائي بمفعول به إعراب بكي أو وقتي بمعنى بيلاودي وخطرة إيشاكتيكتي بس حذاء كاك ظرف مكانه اللي رها باسمان كل قسمان بمعنى برانبر يعني السنة أفرد برانبر بياوكي يعني بيك ولا سريك سفري دانشنو ناني بخون جملة كيش مشكلة نكنا مشكلة كاكا أو ظرف زمان وظرف مكان مفعول فيه لبو أو حلقي بأون بس إن شاء الله لا حلقة كان داتو باسي حال وتمييز ومنصوبات كان دي كذا كين حتى حلقة دابة بأخواتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.